السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع سلسلة تسليط الضوء على أبرز المواهب الشابة التي تنشط في مختلف الدوريات الأوروبية، نواصل تسليط الضوء اليوم على موهبة جديدة، ويتعلق الأمر بلاعب تم تهميشه من طرف الناخب الوطني لفئة أقل من 17 سنة بعد حرمان هذا اللاعب الشاب من المشاركة في الكان الأخير لذات الفئة أي فئة أقل من 17 سنة. ويتعلق الأمر باللاعب الشاب ريان جاهل، هذا اللاعب الذي رد على الناخب الوطني بطريقته الخاصة بعد انتقاله خلال الميركاتو الصيفي الحالي لصفوف واحد من بين أكبر وأقوى النوادي الأوروبية، ويتعلق الأمر بنادي جوفنتوس الإيطالي. هذا اللاعب الشاب الذي يعتبر من مواليد سنة 2006 بفرنسا، وصوله الجزائرية من جهة الأب والأم وتحديدا من السيك. تكون اللاعب ريان في صفوف نادي ليون لاديشار الفرنسي، يلعب في منصب جناح أيسر. يتقن اللاعب بالرجل اليمنى، يمتاز بالسرعة الفائقة فوق أرضية الميدان دون أن ننسى مهارته الفنية العالية، بالإضافة لتسديداته القوية خارج منطقة 18 متر. تألق بشكل لافت للانتباه خلال الموسم الفارط في صفوف نادي ليون لاديشار الفرنسي، مما جعل مكتشفي المواهب في صفوف نادي جوفنتوس الإيطالي يتابعون باهتمام هذا اللاعب الشاب، وهو ما جعل إدارة نادي جوفنتوس الإيطالي تمضي مع هذا اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وتحديدا خلال شهر جويلية الماضي، عقد يمتد لمدة 3 سنوات، وهو عقد لاعب متربص يمتد كما قلنا لمدة 3 سنوات. فعلى أي أساس تم تهميش هذا اللاعب الشاب من طرف الناخب الوطني لفئة أقل من 17 سنة، مع العلم بأن انتقاله لصفوف واحد من بين أكبر النوادي الأوروبية لم يأتي من الصدفة، بل لكون هذا اللاعب الشاب يمتلك موهبة كبيرة. سلام.